عشان ميبقاش شكلي وحش، هو إن مخنا بيحاول يحمينا، فارتكوا لأهداف صغيرة. هلو أهلا بيكم في حلقة جديدة من بودكاست فهمني، تقدمه لكم أفنان نايف. وصلنا للحلقة الثالثة، احنا وصلنا للحلقة الثالثة. خليني الأول أعرفكم على البودكاست. لو انتوا أول مرة تشوفوه، في البودكاست ده احنا بنحاول مع بعض نفهم حياة الكبار بتمشي ازاي. وفي حلقة النهاردة هنتكلم عن ازاي نكسر دايرة الأعذار، ازاي نكسر دايرة الحجج والأعذار ونبدأ نتحرك في اتجاه أهدافنا، وازاي أصلا نعرف ايه هي أهدافنا ونتحرك لها ازاي. كلنا بنقعد نحط حجج وأعذار للحاجات اللي احنا عايزين نحققها. بنقعد نقول لسه بدري، لا أنا مش جاهز، لا الوقت مش مناسب، لا لسه مش عارف كفاية، ما جهزتش كفاية. حجج 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 حجج. وكل حجة من الحجج دي ليها أسباب جوه مخنا، وأهم سبب هو إن مخنا بيحاول يحمينا. بيحاول يحمينا من إن احنا نحرج نفسنا، بيحاول يحمينا من إن احنا نمر بأي حاجة صعبة، إن احنا نضيع وقتنا، إن احنا نحس مشاعر سلبية. فواحدة من ميكانيزم الحماية دي إن هو يقعد يحط لنا حجج وأعذار عشان نفضل جوه الكومفورت زون بتاعتنا وما نخرجش منها، لأننا احنا ومخنا والحياة كلها مرتاحين جوه الكومفورت زون دي. ففكرة ان احنا نخرج بره الكومفورت زون دي عشان نحقق حاجة احنا عايزين نعملها، لا، احنا خلينا مريحين، خلينا قاعدين، الحياة كده حلوة ولذيذة قوي قوي قوي، فبلاش فرهدة. واوقات بيكون السبب هو ان احنا بنسعى للمثالية، فمخنا اتبرمج على فكرة المثالية. ففكرة ان انا ابدأ لسه في البداية كمبتدئ، او ادخل حاجة وانا مش يعني جامد فيها وما حصلتش، برضو بتبقى غريبة. فيبقى واحدة من الاعذار اللي احنا حاطينها لنفسنا هي لا انا لسه مش شاطر فيها، انا لسه مش جامد وما حصلتش فيها، فانا هستنى شوية. واحدة تانية من الأعذار اللي ممكن نبقى بنحطها هي الامبوستر سيندروم، أو فكرة إن أنا حاسس إن أنا لا أنا مش شاطر كفاية، مستحيل أبقى شاطر زي ما الناس دي كلها شايفة، أنا لسه بدري عليا. فحتى لو أنا شاطر في الحاجة جدا وفعلا قوي فيها وفعلا هي دي حاجة المفروض أبدأ فيها، أنا حاسس بامبوستر سيندروم، حاسس إن أنا نصاب، حاسس إن أنا بضحك على الناس دي، وإن هو الناس دي كلها مش عارفة الحقيقة وأنا فعلا مش شاطر ولا حاجة. كل دي أسباب ممكن تبقى هي السبب إن إحنا بنقعد نحط حجج وأعذار قبل ما نبدأ الحاجة اللي إحنا عايزين نبدأها. طب إحنا عرفنا ليه؟ عرفنا إن مخنا بيحمينا، عرفنا إن إحنا ممكن نبقى بنسعى للمثالية، عرفنا إن إحنا ممكن نبقى مرتاحين جوه الكومفورت زون بتاعتنا ايه كسلانين يعني، وعرفنا إن إحنا ممكن نبقى أصلا عندنا امبوستر سندروم. طب نعالج الليلة دي إزاي؟ يعني نخرج نفسنا بره الموضوع ده إزاي؟ خليني أقول لكم. بس الأول قبل ما أقول لكم، عشان افتكرت حاجة مهمة كنت عايزة أتكلم فيها، هي إنه البودكاست ده اللي أنا بعمله ده هو أحد أساليبي أنا شخصية لكسر دايرة الحجج والأعذار. بمعنى أنا بقالي سنين، وأنا مش بأفور لما بقول سنين، عايزة أعمل بودكاست، عايزة أعمل كونتنت أقدر أعبر فيه عن كل اللي أنا مريت بيه، أقدر أساعد بيه الناس، وأقدر يكون المنصة اللي أنا كنت بدور عليها علشان نشوف حياة الكبار دي بتعيش ازاي. البودكاست ده كان الحاجة اللي أنا كنت بدور عليها بقالي سنين، ولا قررت إن أنا لازم أعملها. بس أنا كنت دايما بحط لنفسي حجج وأعذار، كنت دايما بقول لنفسي إن أنا مش جاهزة، طريقة كلامي وإلقائي مش حلوة كفاية، طب خلاص اشتغلنا عليها. ما عنديش المعدات الكفاية، طب خلاص اشتريناها. ما اعرفش كتير عن البودكاست، طب خلاص سمعنا كتير. فجأة لقيت لنفسي بقول فوقي يا بت، فوقي لنفسك، قومي شوفي شغلك و يلا اتحركي دلوقتي حالا، اتحركي. حطي المايك اللي اشتريتيه، حطي ستاند المايك اللي اشتريتيه، الموبايل الغالي اللي اشتريتيه، الاضاءه الغاليه كل الحاجات اللي انت بقالك كتير قوي عماله بتجهزيها، لو سمحتي بقى حطيها نيوز، استخدميها لو سمحتي. وصورت اول حلقه من البودكاست وحطيتها. هل هي حلقه مثاليه؟ لا. هل الحلقه اللي فاتت مثاليه؟ لا. هل دي هتبقى مثاليه؟ لا، لان انا مش بدور على المثاليه، انا بدور على كسر دايره الحجج والاعذار والسعي. بدور على ان انا اخرج نفسي من دايره انا عايزه اعمل اللي انا عملته، انا بدات. ومن هذا المثال ابدا اقول لكم ازاي بقى نخرج نفسنا من هذه الدايره.
واحد لازم اعترف ان دي حجة وانه مش سبب حقيقي، وان انا اقدر احل الحجة دي والاقي لها مخرج. لازم اعترف ان ده حجة، او افرق بين الحجج والفعلا المشاكل الحقيقية اللي انا محتاجة اشتغل عليها واحلها. لانه غالبا كل سبب بحطه قدامي علشان ما ابدأش دلوقتي ليه حل، ليه مخرج، ليه تصريفة، والجيش بيقولك اتصرف. فانا اقعد كده مع الحجج بتاعتي، مع الاعذار بتاعتي، مع الاسباب بتاعتي ان انا مش عايزة ابدأ دلوقتي، وهلاقي ان كل سبب من الاسباب دي ليه خلعونة. فواحد اعترف ان انا جوه الدايرة دي، ان انا عمال بحط لنفسي حجج واعذار، وان الليلة دي كلها مش مشاكل حقيقية توقفني عن اللي انا عايزة اوصله. في مشهد كده بتاع محمد سعد اللي هو بيقول هفعصك اطلع منك زبابيط صغيرين. اعمل كده في هدفك، اعمل كده في الهدف الكبير اللي انت عايز توصل له، فارتكه لأهداف صغيرة، وحط بقى ايه تايم لاين لكل هدف انت عايز تحققه من الاهداف الصغيرة دي. مثلا انا عايز ابني جسم حلو، انا عايز اعمل جسم حلو فيه عضلات والدهون قليلة و هعمل ده ازاي؟ هاكل واعمل رياضة. بس طول ما انا حاطط الهدف الكبير انا هنا والهدف هناك، مش هعمل حاجة. بس انا لو قسمت الهدف ده لأهداف صغيرة ورسمت طريق وعملت له محطات، وكل محطة انا حاطط فيها هدف، والله انا هنزل التزم لمدة اسبوع، ده الهدف دلوقتي، ونزلت لمدة اسبوع واحد، ده انجاز تشك. خلاص كمان اسبوعين، انجاز تشك. شهر تشك، شهرين تشك، ايه ده انا وصلت. فلو فضلت شايل عبء الهدف الكبير مش هتعمل حاجة. يا انا فين أنا مش هعمل، وهنفضل بقى جوه الكومفورت زون بتاعتنا، جوه دايرة الحجج والآثار، ومش هنكسرها ومش هنخرج بره. فمهم جدا جدا ان انا افتت الهدف الكبير لاهداف صغيرة، واحقق هدف، وكل ما احقق هدف احتفل بالانجاز الصغير اللي انا عملته، فابقى متشجع ومستعد ان انا احقق الهدف اللي بعده. ودي حاجه بتحسن طول الوقت بالانجاز، اللي هو انا عمال بنجز حاجات كتيره صغيره، فهفضل طول الوقت حاسس بالاتشيفمنت، ومش هبقى عايز ابدا باي شكل من الاشكال ان انا ارجع تاني لجوه دايره الحجج والاعذار، او ان انا ارجع اريح في الكومفورت زون بتاعتي مره تانية. 3 ال5 minute rule. ال5 minute rule دي ضحك على دماغنا 100%. انا هضحك على دماغي وهقول لدماغي انا هعمل حاجه دي لمده 5 دقايق بس انا اول ما ابدا مكسر البدايه ممكن اكمل اكتر من 5 دقايق. انا مكسل انا العب رياضه النهارده، انا هتمشى لمده 5 دقايق بس، هي 5 دقايق بس، فانا هلبس وانزل واتمشى لمده 5 دقايق. لقيت نفسي لبست ونزلت واتمشيت، مش هخليهم 5، هخليهم 10، تلتاية، نصاية، ساعة، خلصت. او انا هنزل اتمشى 5 دقايق بس، وهقول لنفسي انا كسرت الدايرة ونزلت اتمشيت 5 دقايق بس، فانا تمام. انا هقوم اذاكر لمدة 5 دقايق بس، وانا حضرت المكتب وعملت كوباية الشاي وقعدت اذاكر لمدة 5 دقايق بس، هكملهم، خليهم 10، 20، نصاية، بعد كده همسك الموبايل. مهم كمان ان احنا نبعد الملهيات عننا. فقاعدة ال5 دقايق دي هي قاعدة بنضحك بيها على مخنا. بتساعدنا في ايه؟ بتساعدنا ان احنا نكسر رهبة البداية. والله انا مجرد ما كسرت رهبة البداية، ومجرد ما كسرت الحتة بتاعت ان انا هبدأ دي، خلاص ممكن جدا اكمل، بنسبة كبيرة جدا هكمل شوية كمان. فنضحك على مخنا ونقول له ايه؟ هم 5 دقايق بس. رقم 4، اغير الطريقة اللي بتكلم بيها عن الحاجة اللي ناوي اعملها. ازاي يا افنان؟ هضحك على مخي برضو؟ هعملها ازاي؟ هقول له انا عايز مش مضطر. بمعنى انا مش مضطر اقوم اذاكر، انا عايزه اقوم اذاكر.
انا مش مضطره اروح الجيم، انا عايزه اروح الجيم. ليه؟ لان انا عايز اجيب درجات كويسه واعمل تقدير كويس، فانا عشان اعمل ده لازم اذاكر، فانا عايزه اذاكر. انا عايز اذاكر عشان عايز احقق اللي انا عايز احققه. انا عايز انزل الجيم عشان انا عايز اخس. انا عايز اعمل كذا عشان انا عايز احقق الهدف اللي انا عايز احققه. فبدل ما اقول انا مضطر هقول انا عايز، بدل ما اقول لازم هقول مهم، انا حابب. فبالطريقه دي هبقى مش تقيله على قلبي اقوم اعمل حاجه، هبقى متقبل ان انا قايم اعمل حاجه، لان انا بضحك على مخي ان دي مش حاجه خطر، دي مش حاجه هتحرجنا، دي مش حاجه هتضايقنا، دي حاجه احنا قايمين نستمتع بيها. فمهم جدا برضو نشوف احنا لما بنتكلم عن الحاجه اللي احنا عايزين نحققها دي مع نفسنا بنتكلم عليها ازاي، بشكل سلبي ولا بشكل ايجابي. خامس نقطه، احرج نفسك. هقول لك تحرج نفسك ازاي. شوف اكتر حد غتت اكتر حد غتت ومتنمر تعرفه بين اصدقائك، وقول له على الحاجه اللي انت عايز تعملها. قول له لو شفتني بعمل عكسها انت عارف تعمل ايه. انا عايزه ابطل سجاير. لو شفت في ايدي سجاره انا عايزه اروح الجيم. لو كسلت في يوم ليه؟ حاجه اسمها accountability. انت مخك مش عايز يحس بالاحراج، مش عايز يطلع مقصر، مش عايزك تحس المشاعر السلبيه دي، فهنعمل ايه؟ هنزق نفسنا ان احنا نعمل الحاجه اللي عايزين نعملها عشان ما نحسش بالاحراج. انا عملت ده. هحكي لكم. انا قبل ما ابدا اصلا فكره البودكاست، قبل ما الاسم يكون عندي، رحت كتبت على انستجرام في ستوري انا عايزه اعمل بودكاست، اقترحوا لي اسم. انا هنا حطيت نفسي جوه الاكونتابيلتي، انا قلت للناس ان انا هعمل بودكاست. فكل شويه اما حد يجي يكلمني يقول لي افنان هو فين البودكاست، انت ما بداتيهوش ليه؟ ايه الاحراج ده؟ انا قلت اني اعمل حاجه وما عملتهاش، فبدات البودكاست عشان يبقى شكلي وحش. انا في حاجات كتير قلتها وبقى شكلي وحش، وده كان احساس وحش جدا وسيء جدا بالنسبه لي، فانا ما حبيتش احط نفسي في الاحساس ده مره تانية. اعزاز في الاحساس ده مره تانية. ف فقمت عملت البودكاست. لما بقى عندي اسم وبقى عندي رؤية بدأت عملت البودكاست. طيب، النقطة الستة، لازم تلاقي السبب. لازم تعرف الهواي، الليه بتاعتك. لو انت ما عندكش ليه هتتوه ومش هتكمل. يعني ايه يا افنان؟ انت دلوقتي حد عايز يخس، ليه؟ عشان انا مش مرتاح في جسمي، عشان انا عايزه اكون اخف، عشان صحتي. فلما كسل واريح واقول انا مش قادره اقوم واقعد احط حاجه واعذار تانية لنفسي، الليه هتيجي تكسر كل ده. اذا انا مش هنزل وهفضل حاسس اللي انا حاسه، انا مش هنزل الجيم وهفضل متضايق من جسمي، انا مش هنزل الجيم وصحتي هتبقى اسوأ. لا، انت ليه عايز تجيب درجات كويسه؟ عشان مثلا اتعين معيد، عشان الكارير بتاعي يكون احسن. اذا انا مش هذاكر فمش هحقق اللي انا عايزه، فمش عارف ايه، وهكذا وهكذا. فلازم الليه تكون واضحه جدا. وخليني اقول لكم ده بيطبق على ايه. يعني انا مثلا بشتغل في ماركتنج، احنا لما بيكون عندنا عميل لازم الكل كامبين يكون ليها هدف. هدف بتاعها ده الهواي، اللي هو انا ليه عامل الكامبين دي، انا عايز اوصل لايه من الكامبين دي. فلما بنيجي نعمل كونتنت ولما بنيجي نحط استراتيجي كلها بتتمحور حوالين الليه، لان انا في الاخر عايز احقق ده. فانت ليه هتخليك عامل استراتيجي لحياتك، لان انت عارف هدفك وعارف انت عايز تحققه ليه. فكل ما تكسل وكل ما تريح ليه هتيجي تخبط عليك تقول لك اهلا ازيك عامل ايه، انا موجوده، انا مش محتاجه ممكن تقوم تخلص اللي وراك عشان تحققني. انا ليه عايزه اكون غني؟ علشان اطلع امي عمره، علشان عايش اولادي عيشه كويسه، عشان انا عايش عيشه مرتاحه، عشان ما اضطرش اعمل كذا وكذا وكذا. فلما يبقى عندك ليه واضحه
انك تدخل تاني جوه دايره الحجج والاعذار وتقعد وتريح في الكومفورت زون هيبقى صعب، وهتلاقي الكومفورت زون بتاعتك في انك تسعى وتحاول وتكمل. طيب، رقم 7، ورط نفسك. زي ما قال احمد ابو زيد، ورط نفسك، دبس نفسك في الحاجه. انا عارفه ان احنا عشان نبدا اي حاجه بنقعد نجهز ونحضر ونرتب ونذاكر وهشوف اصل هم عملوا ايه ومش عارف ايه. ده اللي حصل معايا في البودكاست ده، وحصل معايا في حاجات كتير قوي 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 في حياتي، انه انا لازم ابقى بيرفكتو، لازم ادخل على الموضوع ده عارفه كل حاجه وعامله خطه طويله. بس تحضير الخطط بيحسسنا بالراحه فما بننفذهاش. بمعنى كلنا عندنا الحماسه اللي بتيجي علشان نقوم مروقين المكتب، مروقين الدولاب، ومنظفين الأوضة، وعاملين بلان للفترة اللي جاية كلها. وغالبا الحماسة دي بتيجي في بداية السنة. احنا فاضل لنا يعني تقريبا 3 شهور أو 4 شهور على رأس السنة، فكلنا في بداية السنة الجديدة هنعمل ده وهنحط خطة للسنة. 2026 is my year. وبعدين انا احس ان انا باحساس satisfying كده واحساس راحة ان انا حطيت الخطة، فمش هنفذها. فبعد شوية هفتح المكتب هلاقي الخطة عليها تراب، ما هي ما اتنفذتش، هتضايق، ده انا فاشل ومش عارف كل شويه احط خطه وما انفذهاش. فهتعمق اكتر جوه الحجج والاعذار بتاعتي ان انا مش قد المسؤوليه ان انا اقوم احقق حاجه، لان انا بقعد احط خطه وما بمشيش وراها. طب ما نعكس، ما نبدا وبعدين نحط الخطه. ايه رايكم؟ هقول لكم، انا كنت عايزه ابدا جورنالينج، ومن كتر ما انا قعدت احضر الموضوع انا رحت حضرت كورس للجورنالينج، ورشه سوري مش كورس. والورشه ما افادتنيش في حاجه لان انا نفسي ما كنتش جاهزه جورنال، ما كنتش جاهزه ادخل جوه الموضوع. الجورنالينج هو اللي هي اليوميات، ان انا اكتب يومياتي او ان انا اخرج مشاعري على الورق، عشان لو ما حدش عارف. فانا لقيت نفسي داخله الحماسه بتاعت انا رتبت المكتب ورحت اشتريت نوت بوكايه جديده، هقعد بقى اعمل خطه للجورنالينج. انا هجورنال امتى في اليوم ولازم اجورنال مش عارف مده قد ايه بتاع. قمت مفوقه نفسي وقلت لا مش هعمل كده، انا هجورنال الاول. وبدات فعلا اول يوم لقيت نفسي ان انا مرتاحه اكتر جورنال الصبح بدل بالليل. طب ماذا لو كنت حاطه خطه بالليل؟ انا برمجت مخي ان انا لازم امشي ورا الخطه، فهي نفسي مش مرتاحه جورنال بالليل، فمش هكمل على الخطه، فمش هلتزم، فهرجع اتضايق من نفسي ان انا ما التزمتش بالحاجه اللي انا حطيت لها خطه. فابدا الاول اللي انت عايز تعمله ودبس نفسك فيه، وبعدين ابقى احط خطه للي باقي منه. البودكاست ده مثلا انا عماله بديلكم امثله من حياتي الواقعيه عشان تعرفوا ان انا كنت جوه دايره الحاج والاعذار دي، وانا كل يوم بحاول اخرج نفسي منها. البودكاست ده اول حلقه صورتها فيه كان معايا اسم وسكريبت اول حلقه بس. لو انا فضلت مستنيه ان انا ابقى جاهزه تماما وعامله البلان كامله، كنت على الاقل هبقى عامله سكريبتات ل10 حلقات للسيزون كله. دي انا، بس انا لقيت نفسي لا، قومي صوري اول حلقه وبقيه الحلقات هتيجي. خلاص انا دبست نفسي وبعدين عملت خطه. فمهم جدا حته دبس نفسك في الحاجه. بص الحاجه جوه الاعذار في عينها كده وانت داخل جوه الحاجه وانت بتدبس نفسك فيها، هتلاقي الدايره اتكسرت، هتلاقي نفسك اوه ان انا بدات اعمل. آه رساله الى البنات الحلوين، الحياه صعبه والتحديات اللي قدامنا اصعب من التحديات اللي قدام اي حد تاني، والدواير اللي بنتحط فيها والضغوطات اللي بنتحط فيها اصعب من اي ضغوطات تانية. فخليكي واثقه في نفسك وخليكي عارفه قيمتك وكملي في اللي بتعمليه، واسعي للي عايزه تحققيه وتشقلبي عشان توصلي للحياه اللي انتي عايزه تعيشيها. لان مش هيجي حد على حصان ابيض يحقق لك احلامك، انتي حققي احلامك، وفي الطريق هتلاقي شريك حياه يساعدك على الحياه اللي انتي عايزه تعيشيها دي. ولكل الناس هي حياه واحده بس اللي بنعيشها، هي دنيا واحده بس اللي بنعيشها،
وبعد كده بنروح الآخرة إن شاء الله كلنا نخش الجنة وبنكون منعمين. فهي دي الحياة بتاعت الاختبارات والكحرطة والسعي والاجتهاد. فلو ما عملتش ده دلوقتي وانت شباب وعندك الصحة وعندك المجهود وعندك الطاقة، هتعمله امتى؟ مش بقولك تستعجل، لان ده يبقى عكس اول حلقة اتكلمت فيها بيه سلو داون. انا بقولك تتحرك، بقولك تدور، تفهم، تجرب. انا هروح الطريق ده واشوف الدنيا بتمشي فيه ازاي، واروح الطريق ده واشوف الدنيا بتمشي فيه ازاي. واحنا صغيرين واحنا شباب، هو ده الوقت بتاع اجرب كل حاجة وادخل في كل حاجة واسعى في كل حاجة، من غير ما ادور قوي على النتائج، من غير ما ادور قوي على التحقيقات الفظيعة. فقوموا وتحركوا واسعوا واركنوا الحجج والاعذار دي لوقتها لما نكبر. ظهري مش عارفة ان احنا كلنا عندنا انزلاق غضروفي في فقرة ما من فقراتنا. انا عندي 2 الحمد لله يا رب. بس لسه قدام. فقوموا اتحركوا دلوقتي واحنا شباب لسه، عشان ده وقت الكحرطة شوية، مش وقت النتائج خالص. ما تدوروش على نتائج، دوروا على تجارب. انا هجرب هنا واسعى هنا واروح هنا واجي هنا. ولما مخك يلاقيك بتجرب وانت مش خايف من اي عواقب، هيقولك دوس، يلا بينا. اتمنى الحلقه دي تكون عجبتكم. احنا صورنا ورفعنا الحلقه الثالثه، احنا عملنا الحلقه الثالثه من بودكاست فهمني. وزي ما قلت كل حلقه هحتفل، لان انا كل حلقه بحارب حججي واعذاري، وبحارب الكومفورت زون بتاعتي ان انا اقوم اصور الحلقه واسعى واحقق اللي انا عايزاه. اتمنى الحلقه تكون عجبتكم. كانت معكم افنان نايف. لو عجبتكم الحلقه اعملوا لايك وسبسكرايب. لو الحلقه دي حاسين انها ممكن تفيد حد من اصدقائكم او الناس اللي انتوا بتحبوهم، يا ريت تبعتوها له واكتبوا لي في الكومنتس ايه هي الاهداف بتاعتكم، وايه الحاجه والاعذار اللي حاطينها لنفسكم، وايه هي اللي بتخليكم تتحركوا. ولما تخرجوا بره دايره الحجج والاعذار يا ريت تقولوا لي. كمان قولي لي في الكومنتس ايه هي الحاجات اللي انتوا حابين او المواضيع اللي حابين انا اتكلم فيها. لو مش عايزين سبسكرايب اعملوا، لو مش عاملين لايك اعملوا. وبس كده. فاهميني. سلام.